ده الموضوع. هنا في الآية ربنا قال بل يداه والضمير راجع لله عز وجل، ما بتقدر تحلها. الصوفي محمد المنتصر البليد الإزيري حسين خوجة اللي فتح له الغناء قلنا له جبنا معاه رفض، لأنه لو دخلنا جوا هناك بشوف شعاع أنت وحسين خوجة الاثنين. عرفت كلامي؟ وهسه دي نحن مستعدين لمناظرة أي عاطل على وجه الأرض، أي عاطل صوفي تجاني سماني شيعي بعصي بوذي نقشبندي سجمرمات إبليس ذاته. أنت ما قدرت تجيب إبليس ذاته ينجغي منه بإذن الله عز وجل. فهمت كلامي؟ شيخك ذاته الكبير إبليس، ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الإزارق نحن بنجيب لك الرد وبنجيب لك الشبهة اللي أنت ما حافظها، شبهة شيخك ونرد عليها برضه بعد ذاك. شيخك الإزارق محمد المنتصر البليد قال يداه اليد، قال يعني النعمة في الآية دي. أيوة طيب الله يداه دي صيغة شنو يا جماعة؟ مفرد؟ ندي خيارات أو ممكن تستعين بصديق. مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ يا طلاب كلية الهندسة مثنى، لأنه الألف ألف شنو؟ ألف التثنية. عرفت كلامي؟ والمثنى ده بينصب بالألف، بينصب بجنيه يا جماعة بالألف. طيب بل يداه ده مثنى يعني اثنين يعني خلاص. ومحمد المنتصر قال بل يداه اليد مقصود بها النعمة. طيب معناته كلام البليد الصوفي الإزيري معناته الله عنده كم نعمة؟ كم نعمة؟ 2. وربنا كذب الكلام ده في القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في شبهة نديك لها ثاني عشان تجيبه ونتاني نجغمه. إن تعدوا نعمة الله جات نعمة ما جات نعم. إذن كلام الإزيري صح؟ ما صح، لأنه نعمة جات مفرد ولكنها مضاف. نعمة الله نعمة مفرد وهي مضاف، الله في محل إضافة إليه. فهمت كلامي؟ خلاص. والمفرد المضاف يفيد العموم والكسر والجمع.